احنا كل يوم بنصحى وعندنا ملايين الهموم والأفكار، الشغل، العيلة، الفلوس، المستقبل. بس في نص كل ده في 3 حاجات أساسية لو ركزنا فيها هتخلي حياتنا أحسن بكتير. الناس اللي بيتكلموا عن التنمية البشرية والسلام الداخلي بيقولوا على نفس النقاط دي، لكن من غير ما يعرفوا ان الإسلام قدمهم بكتير وبيأكد على نفس الأفكار. لو عايز تعيش يومك صح ركز على 3 حاجات بس والباقي هيجي لوحده. كل يوم بيبدأ هو فرصة جديدة انك تصلح وتتغير وتعيش بوعي. اول هم ازاي تصلح عبادتك. مش كفاية انك تصلي وتصوم وتقرأ قرآن، المهم ازاي بتعمل ده. يعني هل بتصلي علشان تخلص ولا بتصلي علشان تقابل ربنا؟ في فرق كبير بين اداء العبادة واصلاح العبادة. مثلا في ناس بتصلي وهي مش مركزة بس عايزة تخلص الفرض، لكن اللي بيصلح عبادته بيصلي وكأنها آخر صلاة في حياته. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: صلي صلاة مودع، يعني صلي كأنك مش هتصلي بعدها تاني. ليه ده مهم؟ لأن ربنا مش بيتقبل من أي حد، بيتقبل من المتقين. يعني لازم تكون نيتك خالصة وقلبك حاضر علشان العبادة تبقى مقبولة. ابدأ يومك بسؤال: يا ترى صلاة النهاردة كانت فيها خشوع؟ كانت لله بجد؟ لو ركزت في ده هتلاقي قلبك بيهدى ويومك بيتظبط. تاني هم ازاي تصلح نفسك. كل يوم هو فرصة انك تهذب نفسك وتراجع اخلاقك وتصلح عيوبك. يعني مش بس تبعد عن الغلط لكن كمان تحاول تكون احسن. ازاي؟ راجع كلامك، هل جرحت حد؟ هل كنت عصبي؟ راجع نيتك، هل عملت حاجة علشان الناس تقول عليك كويس ولا علشان ربنا؟ راجع قلبك، هل في غل، في حسد، في كبر؟ ليه ده مهم؟ لان النفس لو متهذبتش هتفضل تسحبك بعيد عن ربنا. وربنا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني اللي بيشتغل على نفسه وينظفها هو اللي هينجح بجد. اسأل نفسك كل يوم: أنا النهاردة كنت أنظف؟ كنت أهدى؟ كنت أصدق؟ لو كل يوم في خطوة صغيرة هتلاقي نفسك بتتغير بجد. تالت هم ازاي تعمل حاجة جديدة لنفسك. مينفعش اليوم يعدي من غير ما تضيف حاجة لنفسك. مش لازم تكون حاجة كبيرة بس لازم تكون مفيدة. زي ايه؟ تتعلم معلومة جديدة، تساعد حد، تراجع آية أو حديث، تكتب فكرة أو دعاء، تصلح حاجة في شغلك أو بيتك. ليه ده مهم؟ علشان تحس إنك بتتحرك مش واقف مكانك. وربنا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني كل خطوة بتاخدها ليك أجرها حتى لو صغيرة. اسأل نفسك قبل ما تنام: أنا النهاردة عملت حاجة جديدة؟ ضفت حاجة لنفسي؟ لو كل يوم في إضافة هتلاقي حياتك بتتغير واحدة واحدة. لو ركزت على ال3 هموم دول كل يوم، تصلح عبادتك، تصلح نفسك، وتضيف حاجة جديدة لنفسك، هتلاقي باقي الهموم بتتظبط لوحدها. مش لازم تبقى مثالي بس لازم تبقى واعي. وربنا بيحب اللي بيحاول حتى لو بيقع.